باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. احنا بنحتفل النهاردة بعيد استشهاد الأمير تدرس الشطبي، اللي ليه عندنا كنيسة ما زالت مقفولة من 8 سنين في كفر الوصلين. وبنحتفل بالأمير تدرس وبنطلب صلواته وبنطلب بركته من أجل إنه الكنيسة تتفتح وفي نفس الوقت بنثق إنه ربنا عنده مواعيد وليه حكمة في ترتيب هذه المواعيد. وعندنا ثقة أيضا إنه حينما يريد الله أن يفتح لا يستطيع أحد أن يغلق، وواثقين إن ربنا يصنع الخير في حينه. وإذا كنا بنلح على الله في الصلاة وبنلح أيضا على المسؤولين لفتح الكنيسة المغلقة من 8 سنين، إلا أننا بنترك الأمر بين يدي ربنا وبنقول له: يا رب، أنت تعلم الخير وتعلم الصالح وتعلم الأوقات الصالحة، وتعرف جيدا ما ينبغي أن تفعله، ولا أحد يشير عليك ومحدش يعدل عليك ولا حد يتدخل فيما بين يديك، لكننا بنطلب وسنظل نطلب، ولنا ثقة أن ربنا يعطينا أن نصلي في هذه الكنيسة قريبا، ونثق أنه بصلوات الأمير تدرس ربنا يحقق لنا هذه الأمنية وهذه الطلبة. في إنجيل هذا الصباح بيقول إن ربنا بيسمع للذين يصرخون إليه وللذين يدعونه بالحق. وبيورينا إنه كرازة أبائنا الرسل لم تكن فقط بالكلمة، لكن كانت مؤيدة بقوات وبمعجزات. وبعد ما ربنا له المجد أرسلهم ليكرزوا، فلما رجع الرسل حدثوه بما فعلوا، وقالوا له: حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. يعني عملنا حاجات كتيرة مش في قدرتنا ولا في علمنا ولا في معرفتنا، لكن عملنا معجزات كتير واحنا عارفين ان دي بقوتك انت.
ده حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. وربنا له المجد أخذهم ودخل المدينة، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم، وخدهم على الجبل وقعد يعلم. ولما جاعوا طلب من التلاميذ وجابوا له 5 خبزات وبارك فيهم وقسمهم، وأعطى التلاميذ، أعطوا الجموع فأكلوا وشبعوا. ثم رفعوا ما فضل عنهم من الكسر 12 قفة مملوءة. فمن جهة قوة ربنا يقدر، وورانا انه يقدر، سواء من خلال عمله مباشرة او من خلال عمل ابائنا الرسل بقوة ربنا وباسم المسيح. فلما يقول مثلا النهاردة المحتاجون إلى الشفاء شفاهم، طب ما في ناس كتير محتاجة إلى الشفاء ومش بتشفى. وواحد مثلا زي القديس بولس الرسول، هو كمان كان مريض وكان عنده شوكة في الجسد، وكان عنده في جسده قروح ودمامل، وكان يربطها بمناديل وعصائب. وكانت هذه المناديل والعصائب اللي هو الشاش يعني اللي رابط بيه الجروح بتاعته، الشاش اللي متوسخ بالجراحات بتاعته والمدة والصديد، الشاش ده كان بيشفي المرضى. طب وهو نفسه فضل مريض. بيقول 3 مرات طلبت من ربنا لكن قال لي تكفيك نعمتي. انت هتعيش بالمرض ده وكفاية عليك نعمتي اللي معاك. فمرض بولس الرسول كان يشفي المرضى، لكن بولس الرسول نفسه ظل مريضا. طب الله اللي شفى هؤلاء المرضى مش كان يقدر يشفي بولس الرسول؟ ولا ما كانش يقدر؟ يقدر. إذن له حكمة وله تدبير في أن يشفي واحد ولا يشفي آخر. ودي ملهاش دعوة بأنه اللي ربنا يشفيه بيحبه واللي ربنا ما يشفيهوش ما بيحبوش. هو ما كانش بيحب بولس الرسول؟ بيحب. ويمكن يكون في المحتاجين إلى الشفاء دول اللي هو شفاهم، يمكن يكون فيهم ناس ما أمنوش بيه وشفاهم. وربنا بيعطي الخير للأبرار وللأشرار، بيشرق شمسه على الصالحين وغير الشاكرين. مش اللي ربنا يديه نقول ده ربنا بيحبه، واللي يحصل عنده ظرف ولا مصيبة في حاجة نقول ده ربنا غضبان عليه. أحيانا يكون تأديب، لكن أحيان أخرى ربنا عايز يعطي رسالة للشخص أو للي حواليه. فمن جهة قدرة ربنا هو يقدر، ومن جهة عمل نعمته هو يقدر. والنهاردة بيورينا إنه من خلال الكنيسة
بيعطينا خبز لنأكل، يعطينا شبع، يعطينا شفاء، يعطينا كل ما نحتاج إليه، يسمع لكل من يصرخ إليه، يسمع لكل من يدعوه بالحق. يبقى هي دي السكة اللي احنا المفروض نمشيها، نصرخ لربنا ونقول له يا رب لتكن مشيئتك، ندعي لربنا بالحق مش بالباطل. يعني في واحد يقف يدعي على حد، ده حق ولا باطل؟ في واحد يطلب في الصلاة انه ربنا ينتقم من فلان ويعمي فلان ويقطع رزق فلان، ده حق ولا باطل؟ يدعي بالحق، يا رب سامح اللي أساءوا إلينا، يا رب اذكر اللي بيعادونا لين قلبهم من ناحيتنا، يا رب تكلم في قلب الملك وفي قلب الرئيس وفي قلب المسؤول من أجل سلام كنيستك المقدسة الجامعة الرسولية. اتكلم يا رب في قلب المسؤولين يفتحوا لنا الكنيسة المقفولة. ندعي بالحق ونطلب من ربنا بالحق ونصرخ لربنا في الطلبة وفي الدعاء، وعندنا إيمان وعندنا ثقة إن ربنا يقدر، لو هي دي الإرادة الصالحة، لو هو ده الخير ربنا يقدر يعمله. لكن ليه ربنا مش بيسمح بالشفاء لكل مريض مع إنه يقدر يشفي كل مريض؟ عنده حكمة، يمكن أحيانا بنفهمها ويمكن أحيانا أخرى ما بنفهمهاش، ويمكن وإحنا في التجربة ما بنبقاش فاهمين، وساعات نبقى متضايقين، وساعات نقعد نقول إحنا زعلانين من ربنا، زعلانين من أمير تدرس، وأنا بقول زعلان منه، بس ده عشان إيه؟ عشان إحنا اللي مش فاهمين. لكن عند ربنا في حكمة، عارف الخير ايه وعارف يعمله امتى. وفي ناس تبقى عارفة الخير بس يتعمل في وقت غلط فنقول يا ريته ما اتعمل. لا، ربنا عارف الخير وعارف يعمله ازاي وعارف يعمله امتى. فاللي لينا ان احنا نطلب وان احنا نصرخ وان احنا ندعي بإيمان وبثقة. بولس الرسول النهاردة بيقول للتلاميذ لما كانوا عايزينه وبيمسكوا فيه، قال لهم سأعود إليكم بمشيئة الله. أنا هاجيلكوا تاني لو ربنا أراد. شايفين بمشيئة الله دي؟ اتعودوا تقولوها دايما في كل حاجة في حياتكم. أنا أروح الشغل بكرة بإذن الله. أنا الشهر الجاي إكليل ابني بمشيئة الله. أنا عايز بعد ما أجمع شوية الزيتون أبقى أروح مشوار كده لفلان ولا البلد ولا غيره، إن ربنا أراد وعشنا. إحنا نفسنا إن شاء الله على بداية السنة الجديدة في الزرعة الجديدة نعمل كذا لو ربنا أراد، بمشيئة الله. فدايما يبقى مشيئة ربنا هي الطلبة بتاعتنا، مش بنجري ورا شهواتنا، لا، بنقول لربنا لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. يعني احنا مش غير اللي في السماء، ما السماء كلها يا رب ماشية بمشيئتك.
احنا هنيجي بقى نتفزلك فيها ونعمل نفسنا بني ادمين على ربنا ونعدل احنا عليه ونقول له ما فتحتش ليه واقفل ليه وده ما خفش ليه وليه خدت فلان وليه الولد الصغير ده يموت وليه فلان يخبطوا عربية وليه مش عارف مين بيته يتحرق احنا اللي هنعدل؟ احنا اللي هنقول لربنا يعمل ايه وما يعملش ايه؟ احنا اللي هنقول له تعالى كده يا رب على جنب واللي نقول لك عليه تعمله احنا بنفهم احسن منك؟ احنا نطلع ايه الا شوية تراب عايشين بمشيئة الله، بالنفس اللي ربنا اداهولنا. وقت ما ياخد النفس ده يعود التراب الى التراب الذي اخذ منه، وخلاص بقى شوية تراب في المدافن، ونطلع نصلي أبانا الذي ونقول امتى احنا كمان هنبقى كده. بمشيئة الله سأعود إليكم، بمشيئة الله هتتفتح كنيسة الأمير تدرس، بمشيئة الله يخف المريض المحتاج إلى الشفاء، بمشيئة الله اللي بيطلب طلبة ينالها وياخدها، بس مش بحسب مشيئته لكن بحسب مشيئة الله. ربنا يعطينا ان احنا نسلم له حياتنا ونثق فيه، ويبقى عندنا هذا الإيمان، ويبقى لينا هذا الإلحاح واللجاجة في الطلبة والصراخ والدعاء لربنا انه يتمم مشيئته في حياتنا، مش ان يركن مشيئته على جنب ويعمل مشيئتنا. لا، بنقول له يا رب احنا عايزين كذا، احنا بنفكر في كذا، لكن لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. اللي انت شايفه صح، انا بقول اللي انا شايفه، بس انا هاجي ايه في اللي انت شايفه؟ انا حيالله بشوف تحت رجليا، انت كاشف المستقبل، انت عارف قلوب الناس، انت عارف فكر كل واحد، انت عارف الصالح ليا ولولادي ولبيتي ولكنيستنا، انت يا رب عارف كل حاجة. احنا مش فاهمين، احنا بنتكلم باللي عينينا شايفاه وعينينا مش شايفة غير تحت رجلينا، فبنقول لك على قد ما احنا شايفين واستحملنا في الطلبة بتاعتنا، إن كانت مش بحسب مسرتك وإن كانت مش بحسب مشيئتك، ولتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. وربنا يتمم مشيئته في حياتكم ويتمم مشيئته في كنيسته ويبارك فيكم ويعمر بيكم بالآباء وبالخدام، ويبارك في الشمامسة الحلوين الجداد اللي هيترسموا النهاردة بنعمة ربنا، وتعيشوا وتعمروا وتعيشوا وتملوا الكنيسة خير وبركة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.